عارفين كده الشخص اللي دايما أول ما يحصل حاجة يجري يحكي ويبلغ ويوصل الكلام ويحب يبان إنه عارف كل حاجة. النوع ده اللي بنسميه بالعامية العصفورة. والنهاردة قعدتنا هتكون عن إزاي نتعامل مع الشخص العصفورة من غير ما نخسر نفسنا ولا نضيع طاقتنا. مين هو العصفورة؟ العصفورة مش شرط يكون شخص شرير، لكن غالبا هو بيكون فضولي زيادة عن اللزوم، عنده حب يظهر إنه مهم وسط الناس، بيستمتع بفكرة إنه يكون المصدر الأساسي للأخبار. ساعات بيكون بيوصل الكلام عشان يكسب ود ناس معينة أو ياخد مصلحة. يعني باختصار هو الشخص اللي بيخلي المعلومة في إيده كأنها ورقة ضغط. خلينا نقسمهم لأنواع. العصفورة البريئة اللي مش قصده يأذي، بس لسانه خفيف وأي كلمة يسمعها يطير يحكيها. تاني نوع العصفورة المصلحجية اللي بيستخدم الكلام وسيلة عشان يقرب من الناس أو يضمن مكانه في مجموعة. تالت نوع العصفورة الخبيثة اللي بيتعمد ينقل الكلام بطريقة فيها تحريف عشان يولع نار أو يبوظ علاقة. تأثير الشخص العصفورة: وجود العصفورة وسط أي دايرة بيعمل توتر، بيخلي الناس دايما متحفزة ومش مرتاحة، بيبوظ الثقة بين الأصحاب أو زمايل الشغل، بيزرع شكوك بين شخصيات بريئة، وأحيانا يخلي المكان كله جو متوتر ومليان قلق.